دلوقتي حبايب قلبي انا طالعه على السلم اهو، وادي انا كده كده على السلم يعني مع اهو ده الاسكان الاجتماعي يا جماعه من بره، وهطلع على السلم اهو. تمام، بسم الله اهو. كل ده انا على السلم، احنا خلفي ده كده امامي اهو، ده كده امامي يعني دي العماره كده من قدام. تمام اهو، ادي كده باب الشقه. تمام، هفتح بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده واقفه عند باب الشقه اهو يا جماعه، لسه ما دخلتش اهو. ادي باب الشقه. تمام، هدخل. دي الارضيات بتاعت الاسكان الاجتماعي اهي. هدخل، اول ما بتدخلي على طول بتلاقي باب المطبخ. يعني كده قفلت باب الشقه اهو، اول ما بتدخلي بتلاقي باب المطبخ اهو. افتحه بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ادي كده يا جماعه باب المطبخ. باب المطبخ عامه هو مستطيل مش مربع، هو بس عشان فاضي يبان ان هو مربع عشان لسه فاضي، ما تحطش فيه مطبخ، ما تحطش فيه اي حاجه خالص، فهو بيبقى المنظر كده اهو مستطيل. فانا دلوقتي هدخل باب المطبخ من باب المطبخ اهو، وهروح لفه بظهري سنه. يعني ايه هلف بظهري؟ يعني بص ادي باب الشقه اهو تاني زي ما انا كنت واقفه قدام، عشان اوريكم الحته دي اهي. ادي المطبخ كده كله من فوق، هوريهولكم الاول من فوق على التوضيب بتاع الاسكان اصلا زي ما الناس كلها بتستلم اهو يا جماعه اهو. ممكن الحته اللي هي ادي يعني ادي باب المطبخ كده اهو، وادي ظهر المطبخ. تمام، دي ممكن يتحط فيها ثلاجه مثلا، او لو انت بقى هتقفلي مطبخ يعني كل واحد وذوقه. تمام، وبيسلموكي كمان السيراميك ده زي ما انا موريهولكم كده اهو. ادي السيراميك بتاع الاسكان، وبيسلموكي كمان معاه الحوض الاستانلس ده. الحوض ده يا جماعه 120 سنتيمتر اهو. تمام، بس معظم الناس 3/4 الناس يعني بتستغنى عنه. ليه بتستغنى عنه؟ بتبقى ماسوره الغاز بتاعته كده اهو، ماسوره الغاز جنبه. فلو اي واحده مثلا معاها عيال، صاحبه عيال مثلا، وعندها مثلا بوتاجاز 4 شعله، استحاله ان هو هيجي في الحته دي. بصوا يا جماعه بلاطين، يعني لو حتى البوتاجاز 4 شعله عمره ما هيجي. ليه؟ عشان حجم بصوا يا رب انا كده الصوره تمام كده واضحه لكم اكتر. فما فيش بوتاجاز هيتحط ابدا هنا، لا بالعرض ولا حتى يجي بالطول. تمام، فالناس بتعمل ايه؟ معظم الناس يعني هنا بتعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، يا بتيجي عند الحوض وتروح قصه، بيروحوا قاصين الحته دي كده اهو، بحيث ان البوتاجاز يتحط براحته، هيبقى جنب الحوض ده على طول. يا اما بيشيلوا الحوض نهائي وبيحطوا الحوض اللي هو ابو رخامه ابو طب الحوض منه فيه. تمام، بحيث ان هو يجي من اول هنا وهنا حاطين لك مكان للغساله زي ما انتم شايفين كده اهو. ادي مكان للغساله وفوقها الفيشه على طول زي ما انا مورياكم كده اهو. تمام، فالناس بتعمل كده بحيث ان هي تحط البوتاجاز هنا جنب الماسوره، وهنا الحوض مثلا اللي هو ابو رخامه. تمام، وهنا هيتحط بصي كل حاجه بتبقى حاطه نفسها، وهنا مثلا بتحط الغساله اللي هي الاوتوماتيك او ايا كان الغساله، او يعني شوفي انت جايبه غساله نوعها ايه بتتحط هنا. تمام، عايزه تحطي غساله حطي، مش عايزه برضو براحتك، بس هم عاملين لك المكان بتاعك. وهنا ليكن مثلا تتحطي مثلا ايه ثلاجه. تمام، ده الجنب اللي هو من المطبخ. هنيجي بقى عند الجنب الثاني، الجنب ده اللي هو ايه في دخلة باب المطبخ اهو. تمام اهو. هنا بقى شوفي انت عايزه تعملي اللهم صل على النبي، المطبخ بتاعك بقى الالمونتان، عندك المطبخ الخشب بتاعك زي ما يكون. لو عروسه طبعا هي بتوضب وبتقسم على مزاجها هي. تمام، ادي يا جماعه المطبخ كله اهو. تمام، المطبخ ده بقى بيودي على فين؟ بيودي على بلكونه صغننه كده. عشان ايه؟ بصوا قبل اي شيء دخلت باب المطبخ، اي دخلت باب مطبخ في الاسكان الاجتماعي خلوا بالكم. شايفين دي؟ شايفين الحجر اللي انا حاطاه ده؟ الحجر اللي انا حاطاه ده يا تحطي حجر مثلا زي كده مؤقتا لو انت مش هتسكني دلوقتي، يا تعملي عتبه عشان الفيران. في واحده ممكن تضحك تقول الفيران ايه؟ لا، اعملي ضروريات للحاجه. العتبه دي هتحمي لك الشقه كلها من جوه، ان في اي مكان بيبقى معرض بيبقى فيه حشرات فيران كده. انا داخله اهو البلكونه الصغنونه دي، هقفل اهو. دي بلكونه يا جماعه صغير بيتحط ايه، هي لسه مفتوحه اهي اهي. بصي بلكونه مربع، يعني هي البلكونه نفسها ايه مربع، بيبقى مرمي عليها شباك التواليت. تمام، وايه واحنا هنا مركبين السخان اهو، مركبين السخان اللي هو التورنادو دوت.
تمام زي انتم ما شايفين. ملحوظه بقى، اي واحده هتحب تركب سخان بلاش تركب السخان يبقى المدخنه بتاعه الغاز بالشكل ده، علشان كان في مشكله وهب قبل كده برضو، يا ربنا ما يجيبش لحد حاجه وحشه. هب قبل كده بصوا مكان لما الدخنه طلعت منه. فانت هتعملي ايه؟ ركبتي سخان، خليهم يعملوا لك المدخنه اللي انت شايفاها دي زي حرف تي، بحيث ان هي ما تطلعش كده على السقف على طول وجنب ماسوره الغاز. هيمسكوها هيمشوا بقى كده اهو، يا رب تكون الصوره واضحه معايا. هيمشوا بقى كده اهو، والمدخنه تمشي كده 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 تطلع ايه على بره، عشان ما يحصلش اي ضرر لا قدر الله، وربنا يا رب ما يجيبش اي حد حاجه وحشه. دي حاجه. في بقى ناس بتاخد البلكونه دي يا جماعه اهي، البلكونه دي تحط فيها غساله من الصرف ده كده، ويروح رامي على الحمام من جوه. ده بالنسبه للبلكونه الصغيره بتاعه المطبخ. انت هتعملي لها منشر اي حاجه زي ما تحبي. دي الحاجه الاولانيه. شايفين المنظر اللي قدامكم بتاع العماره اللي قدامنا؟ انا الكاميرا كده جايبه العماره اللي قدامنا. التقفيلات دي في بلكونه مفتوحه وفي بلكونه معموله اكليريك. بالنسبه يعني اسعار الاكليريك اللي هو بتاع التقفيل البلكونات المطابخ بتبدا من 400 جنيه. انا سائله بتبدا من 400 جنيه لفوق، من 400 جنيه لفوق، وكل حاجه على حسب الماتيريال بتاعتها. تمام اهي كلها مناشر اهي، وادي المنظر من تحت. ايه عشان بس ما اجرحش حد، يكون حد واقف براحته ولا حاجه، ما بقاش جرحت حد. هرجع لورا تاني اهو، يكون حد فاتح الشباك ولا حاجه، فانا هرجع لورا. شايفين اللي في الدور الاخير ده اكليريك. تمام، ده بيبقى سعره مثلا اعلى شويه. تحت اللي هو الاكليريك اللي هو الابيض في اسود، ده بيبقى سعره اقل، وهكذا كل حاجه يا جماعه وبتبقى ليها سعرها. اسفه لو انا طولت عليكم في الفيديو ده، بس ده كده المطبخ عشان انا اوضح للناس الاسعار. تمام، هفرجكم على بقيه الشقه. ودلوقتي حبايب قلبي اهو انا خارجه من باب المطبخ. انا كده خرجت من باب المطبخ، هيبقى في وش على طول باب الشقه. هطلع كده من باب المطبخ وهدخل بقى على الصاله. ادي يا جماعه الصاله اهي، دي الصاله اهي، دي الصاله كده. اول ما بتدخلي بتلاقي الصاله، يا رب تكون المساحه بتاعتها باينه. هي عشان فاضيه يعني ايه بتبقى المساحه بتاعتها باينه اكتر اهي. ادي باب الشقه برضو، هرجع تاني. ادي باب الشقه بيبقى كده، الصاله بتبقى كده داخله على طول. يا جماعه ده اسكان اجتماعي مدينه بدر، وبالتحديد حي النرجس. تمام، هدخل كده على البلكونه اهي. تمام اهي، والناس تحت عامله جناين. بصراحه المنظر روعه بصراحه، والدنيا هدوء وجميله خالص خالص. بس انا برضو يعني نازله بالكاميرا تحت شويه علشان احاول ان انا ايه ما اجرحش حد برضو. احنا لسه الصبح وكده اهو. ده المنظر، وده الاسكان الاجتماعي كله اهو. يا رب تكون الصوره واضحه والاضاءه واضحه يا رب معاكم اهي. ادي كده انا خرجت من باب البلكونه. تمام اهو. بعد كده بقى اللي يعني ادي المساحه دي ممكن تتقسم حاجتين. انا يا جماعه بدي اراء مش اكتر. في ناس ممكن تاخد الجزئيه دي كده كلها بحرف ال دي، ممكن تاخد الجزئيه دي كده ركنه، هم حرين عادي. انا بدي بس اراء مش اكتر. ماشي، بقيت مساحه الصاله تمام اهي حاجه زي كده. دي مثلا دي برضو ممكن كل دي كده اهو تتاخد مثلا الحته دي ركنه، ممكن تبقى دي ركنه. وهنا مثلا لو هتحطي اللهم صل على النبي سفره او نيز زي ما يحب. في برضو الحته اللي هي في ظهر البلكونه دي ممكن يتحط فيها نيش. ادي برضو يا جماعه التوضيب برضو بتاعهم اهو. طبعا اللي بيوضب تمام، علشان اللي انا قلت قبل كده كان في اسكان اجتماعي تاني. بصوا يا جماعه الحيطان، بصوا الحيطان اهي. يعني البياض ده حلو وكل حاجه، بس مش عامل بعد كده لو انت حابه تصبنيه او كده، مش عامل لو فيما بعد يبقى في اطفال او كده. تمام يا حبايب قلبي. هرجع بقى كده اهو بظهري. ادي الصاله اهي. تمام، بتعملي ايه؟ بتدخلي بالصاله دي. ادي كده البلكونه. تمام اهو، بتدخلي بيها
على 3 اوض والحمام. المطبخ كان في وش الباب، ادي هنا كده الحمام، ودي 3 اوض نوم. انا دلوقتي هوريكم اوضه بس هي عفش اخويا يعني لسه جديد وكده، انا استاذنت وما قاليش حاجه. هدخل دلوقتي على اول اوضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا جماعه، هدخل على اول اوضه اهو. فتحت الشباك عشان الاضاءه تبقى كويسه. اهي مساحه الاوضه اهي. وهو دلوقتي يعني كان هو جايب يعني العفش وكده، قال لك هجيب العفش وكده، وكويس ان هو جايب العفش عشان انا اوري برضك لحضراتكم المساحه قد ايه بالظبط. ان انت لو هتجيبي مثلا سريرين اطفال وكده المساحه هتبقى قد ايه بالظبط. ملحوظه بقى، الاوضه حلوه وزي الفل وجميله وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حلوه، بس السريرين دول استحاله ان هم يجوا تحت الشباك. ليه ما يجوش تحت الشباك؟ بصوا كده معايا، القايمه بتاعه السرير بتبقى اعلى من الشباك نفسه، فانت لو جيتي حطيتيها الشباك نفسه مش هيتفتح الا بقى في حاله واحده.